في أحداث الماضي وبين طيات المستقبل البعيد، عانت الأخت الصغرى من مرض غامض لا يعلم الأطباء عن ماهيته، ولكن ومن حيث انقشع الظلام كانت ولادة النور الأخير. أمي، أنا لم أراك منذ زمن بعيد. لا تقلق يا ولدي، الملاك الحارس سيحميك للأبد. فما هي قصة الملاك الحارس؟ وهل عادت الأم لحماية أولادها من آلام المستقبل؟ أهلا بكم في حكاية تشو قديس النور الأعظم، ولكن قبل ما نبدأ يا ريت نبدأها بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن غير ما نطول عليكم تعالوا نبدأ الحكاية من البداية. تبدأ الأحداث من داخل مراسم الصحوة في البداية مع المدير هينج لي، واللي بينصح الطلاب الجدد ما يغيروش وظائفهم الحالية لأن ده يحتاج موارد أكبر في المستقبل مستحيل الشخص العادي يقدر يتحملها أبدا. والطلاب بيقولوا أنا نفسي أبقى صيدلي، والتاني نفسي أبقى مزارع، والتالت عاوز يكون مقاتل، وهو من كل لون يا باتيستا تتنوع الأحلام بين هذا وذاك. ومن قبل ما أحكي لك أي حاجة عن مراسم الصحوة تعال أقول لك إيه هو العالم ده من البداية. مبدئيا كده العالم ده اتوسع 9 مرات بسبب اختلاطهم بعوالم أخرى موازية ليه، وده بقى هو سبب وجود أجناس أخرى زي الوحوش وجان الظلام والأحياء الأموات وغيرهم، وطبعا ما ننساش جنس البشر. وطبعا كل ده حصل بسبب وجود حروب ضخمة راجع لكثرة الأجناس المتقاتلة على حكم هذه الأراضي، لحد ما بنرجع للشاب ده. أيوة ده بقى هو تشو. أمه توفيت وهو في سن صغيرة، وأخته الصغرى يون أصيبت بمرض غامض لا يعلم الأطباء عن ماهيته ولا طريقة علاجه يا صديقي. وبسبب كده صاحبنا تشو صرف كل اللي وراه واللي قدامه علشان بس يحتفظ بحياة أخته عن طريق دفع أموال باهظة للكهنة والمعالجين وغيرهم، لدرجة إنه باع البيت وتوسل لقرايبه من أجل اقتراض المال، وكانوا كل مرة بيعايروه وبيعاملوه بمعاملة أجزر من اللي قبلها. وتشو بيقول صحيح أنا معرفش مرض أختي إيه، ولكن لو ما وصلتش لحل علشان أعالجها تقريبا كده مش هيكون قصادي حل غير إن أشوفها بتغادر الحياة قصاد عيني، ولكن اليوم لو أيقظت قدرة قتالية بسببها بس أقدر أعتمد عليها لكسب الأموال، ومن هنا سيولد الأمل من جديد. ومعلم السحر بيقول لهم يلا الاختبار هيبدأ دلوقتي، وأي حد يسمع رقمه يتقدم للأمام على طول. وبيبدأ المعلم في تشغيل التشكيل السحري علشان نشوف المعلم ليه معاه الكشف، وبيقول لهم رقم 1 تشينج، والواد بيرفع ايده علشان نفهم انه حصل على مهنة الحياة واللي ملهاش اي 30 لازمة، وبينادوا على الثاني والثالث والرابع لحد ما بيجي دور صاحبنا رقم 31 الا وهو تشو. والمعلم تانج المتنمر بيقول له سيد لي عامل ايه النهارده؟ انا سمعت ان انت ما عندكش ولا فئة قتالية ونصهم فلاحين وعمال. وبيقول له اقول لك على حاجة يا معلم ليه، فصل فيه 21 تلميذ ايقظوا قدرات قتالية ونادرة كمان. وبنفهم ان تشو من طلاب المعلم ليه علشان السلسال بتاعه يبدا يتارجح في الهواء، ونفهم ان تشو حصل على قدره الدعم الفئه الملاك الحارس صاحب الدرجه اس المميزه. وتشو بيقول دي مش وظيفه زي باقي اللاعبين، ده نظام مختلف عنهم، بس اشمعنى انا؟ وبيقول ايه علاقه السلسال بالقدره دي؟ انا يا دوب اشتريته من محل قديم زمان. وبنعرف ان قوه الملاك الحارس بتعتمد على قوه تقارب الضوء اللي عن طريقه هيتم تضخيم مهاراته، علشان معلمه يقف مستغرب جدا وبيقول الواد ده بيبص على الهوا ليه؟ انا مش فاهم اي حاجه. وفجاه الكل يشاهد السماء تنشق ليظهر منها ملاك ذهبي حارس بتقول لتشو النور هو مصدر قوتك في الظلام اليوم، ومن النهارده انا رجعت علشان احميك من تاني. وبتستقر الهاله الجديده داخل جسده علشان يظهر له 3 فرسان كل واحد منهم بشكل مختلف، والطلاب بيقولوا ايه ده؟ ايه الفئات دي؟ احنا اول مره نشوف حاجه بتشبهها في العالم اليوم. وطبعا اللي كان عارف ال3 فئات دول هو تشو، وبيقول دي ساحره الدمار والكاهن المقدس واخيرا فارس النور. وبنفهم ان ساحره الدمار بتمتلك ضربات قويه ولكن دفاعاتها ضعيفه جدا، والكاهن هو صاحب تعويذه الشفاء المنقذه للحياه بمهارات النهايه التي لا تخطر على قلب بشر، ولكن مقابل كده ضرباته الهجوميه ضعيفه كمان، وده مختلف عن فارس النور اللي بيتمتع باقوى معدات ودروع خاصه بالدفاع وتعزيز القوه والهجوم لجميع المحيطين. وتشو بيقول لو لازم اختار واحد منهم هيكون فارس النور هو الخيار الاول والاخير. وبيبدا الفارس يخرج من مجموعته علشان يقول له التواضع، الصدق، الشجاعه والتعاطف والمسؤوليه هو طريق العداله من اليوم. وبكده تشو حصل على فئه فارس النور علشان الطلاب يقولوا له لازم تنضم لينا، انت معاك اقوى فئه داعمه بالعالم. والمعلم ليه بيقول لهم شويه بس، وبيقول له تشو اخيرا عملتها، بكره لازم تجي لي اول طالب كمان. وبعد ما تشو بيرجع على غرفته بنفهم ان قوته زادت لمعدل 20 نقطه، وبنيه الجسد 18 والرشاقه 17، وحتى قوه الذكاء وصلت ل 15 نقطه كمان. وتشو بيقول لازم ازود القوه دي، اهم حاجه بالنسبه لي لان القوه اللي بيها اقدر اقتل الوحوش بسهوله اكبر. وبنعرف ان معاه 10 نقاط ضافهم كلهم
دلوقتي في القوه علشان تظهر له اول مهام الفارس اللي بتطلب منه نزال 1 ضد 1، ومقابل كده ممكن يختار من مجموعه من الهدايا زي الحصول على 10 نقاط اخرى يقدر يوزعهم زي ما هو عاوز، او حصوله على مهاره من مهارات فارس النور او معده من معدات الفرسان القدامى. وبيقبل المهمه دي علشان يبدا تطابق مع جسده اللي معاه. فجاه تشو بينتقل لكهف مظلم بيظهر له فيه وحش غريب، والوحش بيستهدفه علشان تشو يفاديه ويقول سرعتي اكبر من اللازم، لدرجه انه كان شايف جميع ضربات الوحش بالتصوير البطيء قصاده. ولكن مع الثقه الزايده دي بياخد ضربه من الوحش علشان يقول الوحوش الحقيقيه مختلفه عن اللي كنا بنتدرب ضدها بالاكاديميه. وبيبدا وقتها يفعل قدرات فارس النور علشان مع ضربه النور الخاصه بنصل البياض القاطع بشكل اكس هجومي، ومن ثم بيخلط معاه قفزه النمر المدمر بيدفنه في الجدار لينتهي الاختبار الاول من النظام. وتشو بيفكر يختار ايه من الجوائز الثلاثه علشان يقول النقاط هي مصدر قوتي، بس انا ولا معايا سلاح ولا اي حاجه دلوقتي، وعلشان كده بيختار سيف النور لحد ما بيرجع لغرفته من تاني. وبننطلق لاخته يون اللي كانت بالمستشفى، واللي بتسمع بالاخبار ان في طالب ايقظ قدره الملاك الحارس المخفيه من فئه فارس النور المقدس، وان دي اول فئه مخفيه تظهر في المدينه من 50 سنه فاتت. بس الممرضه بتطفي التلفاز علشان تقول لها عليكم رسوم متاخره ما اتدفعتش 10,000 يوان. ويون بتقول ليه الفاتوره كبيره كده، اكيد تشو مش هيقدر يجيب المبلغ ده كله. والممرضه بتقول لها لو ما دفعتوش الفاتوره الكهنه مش هيقدروا يكملوا علاجك، وكمان فوق كده احنا تعبنا من متابعه حاله فاشله زيك هتموت بالنهايه. بس فجاه بيوصل شخص بيقول لها على مهلك حبه حبه، بس المدير منتظرك في المكتب، يا ريت تسيبينا لوحدنا دلوقتي. ويوم بتسالهم انتوا مين علشان يقدموا لها كارت ويقولوا لها احنا اصدقاء اخوكي تشو. وفجاه تشو بيوصل وبيقول لها يون في حد دفع لنا 10,000 يوان مع اننا معناش فلوس في البنك اصلا. وبيسالهم انتوا مين علشان اول واحد يقول له انا وين بينج سكرتير العمده وجاي اتكلم معاك في شويه امور بعدين. وتشو بيقول العمده من اقوى شخصيات المدينه، بس هو ليه مهتم بيا؟ وتشو بيقول له تمام بس دي غرفه مرضى، خلينا نشوف مكان تاني علشان نتكلم هناك. وبيجلسوا مع بعض في مكان فاخر علشان السيد بنج يقول له مبروك حصولك على مهنه قويه الملاك الحارس، وكمان ايقاظك لقدره فارس النور. وتشو بيقول له عادي شويه حظ مش اكتر، علشان السيد بنج يقول له العمده مهتم بيك وطلب من الصحافه محدش يقرب لك ابدا. ومش بس كده، ده كمان احضر لك مخزون من الموارد المحفوظه علشانك بالقبو، وده المفتاح الوحيد للمكان. وتشو بيقول شكل العمده بيدعمني بس اكيد مفيش حاجه هتكون بدون مقابل. والسيد بنج بيقول له مش بس كده، كمان العمده تواصل مع قسيس بالمستوى 36 لعلاج اختك، وهيكون في فريق طبي على مدار ال 24 ساعه للعنايه الخاصه بيها. وتشو بيقول له خلصانه علشان لما بيرجع يبلغ اخته يون بالامر ده، وبتساله انت مهارتك نوعها ايه؟ بنعرف ان تشو بيمتلك 3 مهارات حاليا، نصل البياض للهجوم والتجدد الفائق للعلاج البطيء وبركه السلاح لدعم اللاعبين. وبيفكر يستخدم مهاره التجدد الفائق على اخته علشان، وبعد ما خلص بيقول لها حاسه بايه دلوقتي؟ بتقول له مفيش الم مفيش وجع، انت عملت ايه؟ وتشو بيبتسم علشان يقول احد اسباب اختياري للفارس بخلاف قوته هو مرض اخت يون، وده لان الفارس من فئات الدعم القويه. المهم وتاني يوم المدير بيقول له في اكتر من جامعه اتصلت بيا وصدعوني بسببك، وحتى في مجموعه من كبار الاساتذه هتوصل النهارده علشان يختبروه، ولو قدمت اداء جيد ممكن تحصل على افضل تدريب معاهم. ولما تشو بيقول له الجامعات دي اسمها ايه؟ بنعرف انها جامعه رونج وشوان وان جي، والثلاثه دول كلهم بيسالوا على تشو. وتشو بيقول له بس دول ما فيهمش احسن 3 جامعات في العالم، علشان المدير يقول له الجامعات دي هتقبلك بعد ظهور نتائج الامتحان الاخير. وبيدخل المدير على الاساتذه علشان نشوف اول واحد من جامعه رونج، والتاني ابو نضاره من جامعه شوان، والانسه يو من جامعه شينج، واخيرا صاحب البدله من جامعه ان جي. ولما تشو بيقدم لهم التحيه او المعلم بيقول له خلينا نخش في الموضوع على طول، وانا هقدم لك عرض من جامعه رونج. وبيقول له الجامعه هتقدم لك 2 مليون يوان و3 كتب حصريه لمهارات الفارس الخاصه بيك. وتشو بيقول انا دخلي 5000 يوان بس، وحتى العمده ما قدمش الموارد دي كلها. بس المعلم الثاني بيقول له جامعه رونج بخيله جدا، احنا هندي لك 3 مليون يوان و3 كتب حصريه لفئه الفارس، بالاضافه لمعلم يهتم بيك ليفل 56. والمدير مصدوم من عرضهم السخي علشان يو تقول له جامعه شينج هتقدم لك 2 مليون يوان، ولكن مقابل كده هيتم قبولك في مدرستنا الخاصه وهتحصل على موارد من الفئه بي النادره. والمدير بيقول له ولا يا تشو وافق بسرعه، هم دول كده خلاص اللي توافق عليهم. بس تشو بيقول لهم انا اسف مش هقبل ولا عرض منكم. ولما يو بتقول له ليه ان شاء الله، بيقول لها انا حلمي اكبر من كده، ادخل واحده من اكبر 3 جامعات زي جامعه كانغ ومودو وجينغ كمان. وبنفهم ان الجامعات دي بتجند 1000 طالب سنويا، ومش بس بشر، في عماليق وجان واجناس تانية كتير فوقيهم، وطبعا ده بقى معتمد على مهاراتك الحاليه. وعلشان كده محدش بيقدر يدخل الجامعات دي، لان الجان والعماليق بيمتلكوا خوارق اعلى من البشر، وفي النهايه صعب تجاريهم بالقتال. والمعلم الاول بيقول له انت جاهل يا تشو، انا شفت ملفك الخاص وعرفت ان انت فقير ما عندكش موارد ولا حد هيدعمك من البدايه. وتشو بيقول هالته قويه بس انا مش هقبل الا جامعه من ال3 جامعات الكبرى، انا قررت خلاص.
خلاص. والمدير بيحميه علشان يقول له اياك تتنمر على طلابي وما تنساش ان انت واقف في مدرستنا كمان. ويو بتلاحظ ان تشو قادر يتحمل هاله المعلم الاقوى منه علشان 3 معلمين يغادروا ما عدا المعلمه يو، واللي بتقول له على فكره انت عندك حق في كلامك، بس هم برضو كلامهم سليم، الاجناس التانيه غير البشر مش هتقدر تجاري قواهم فمستحيل تدخل جامعه من جامعاتهم. تشو بيقول لها الاثبات خير دليل، وبما ان باقي شهر واحد بس هكون رفعت قوتي وبقيت مؤهل للانضمام. ويو بتقول لمعة عينه بتقول الحقيقه انا من زمان ما شفت الشخصيه بالعزم ده كله، وبتقول له ماشي يا تشو هشوفك من تاني علشان اعرف وصلت لفين. وبعد مرور شهر واحد بقى علشان ما نطولش عليكم بننتقل للامتحان واللي فيه طبعا هيتحدد كل حاجه. وبنشوف الطلاب بيقولوا سمعتوا عن الشاب تشو ده رفض 4 جامعات من جامعات البشر لانه ناوي ينضم لواحده من اكبر 3 جامعات بالمكان، بس الطلاب بيقولوا مستحيل ده بيحلم، خليه يحلم كده وبكره هيفوق متاخر. وبيوصل تشو بهاله اقوى ظاهره مسيطره على المكان كله، والعيال بيقولوا شكله بقى مخيف المره دي ومن الواضح كده وكانه بيشع قوه داخليه. وبنفهم انهم هينطلقوا للعالم السري المسمى بالغابه المظلمه واللي فيه 3 مستويات من الصعوبه، سهل وصعب وجنوني كمان. والعيال بيقولوا سمعنا ان في وحوش من اكلي لحوم البشر جوه، والمعلم ليه بيقول لهم كلكم سكوت، وبيقول لهم انا عاوز كل واحد فيكم يعرف مقدار قوته الحقيقيه ويتصرف على هذا الاساس علشان ما يحصلوش مشكله بالداخل، بس لو حصل لك اي ظرف او مشكله جوه استخدموا لفافه العوده الخاصه بيكم. وبيبدا الطلاب ينتقلوا داخل الاختبار علشان يشوف المعلمين بيشاهدوا الطلاب بالداخل وفئاتهم لحد ما بنروح للطالب تشو واللي اختار مستوى الصعوبه الجنوني الاخير. وطبعا الطلاب كلها عامله فرق جوه للحفاظ على حياتهم ما عدا تشو الوحيد اللي اختار المستوى الاخير من الصعوبه وهو لوحده كمان. ووزير التعليم في المدرجات شان بيقول ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الهبل اللي بيعمله الولد ده؟ وبيقول مش الشاب ده من فئه الدعم، ده لو دخل مع فريق زباله الزباله هيكسبهم، ليه بيلعب لوحده؟ وطبعا بيوجه الكلام لمدير المدرسه علشان يقول للولد ده لو حصل له اي حاجه الدوله هتحملكم المسؤوليه بالكامل. وبيبدا تشو يخرج سلاحه للقضاء على وحوش العالم السري علشان يقول فعلا مستوى قوتي بالليفل العاشر ولكنها بتعادل لاعب ليفل 15، وبيستخدم مهارات النور زي بركه السلاح اللي بيزيد من قوه سلاحه ودقه اصابته واللي حرفيا كان بيدمر بيها الوحوش الداخليه. وده راجع لمهاره النور اللي زادت من نقاط القوه 21 نقطه، وحرفيا تشو كان بيمسح العالم السري بدون اي مجهود. والطلاب في المدرجات بيشجعوا تشو لحد ما واحد من الجمهور بيقول لهم سرعه تشو بتفوق الوحوش الداخليه، والبقيه بيقولوا قواه غير مساويه ليهم وحتى زوايا ضرباته فيها دقه غير معهوده. وبنرجع لوزير التعليم اللي كان بيقول تشو اهدر كل قوته في المرحله الاولى، الولد ده بيفكر ازاي؟ وتشو كان محاط بكميه مجنونه من الوحوش علشان اول ما بيهجموا عليه سويا الواد ده بتلويحه واحده كان بيطير العشرات منهم، والامر يبدو وكأن طاقته لا تتبدد البتة. ومع انهائه لاخر واحد فيهم الزنزانه بتفتح لدخول المستوى الثاني ونشوفه حرفيا داخل على جيش ثاني اقوى من الجيش الاولاني. ونفس الوقت بيظهر معانا المذيع المفضل للجميع كي اللي بيعلن للمشاهدين ان تشو اكمل المرحله الاولى من الاختبار خلال وقت زمني مقداره 3 دقائق فقط. اما تشو فكان انطلق للبوابه المضيئه اللي كان فيها وحوش اقوى من المرحله الاولى من اصحاب ليفل 12 و13 و14 كمان. وبيبدا الجيش المكون من السحرة والمحاربين بالهجوم واستخدام اللعنات ضد تشو اللي بالفعل بدا يفعل مهاره فارس النور، ودي مهاره ضوء السكينه القادره على تحويل مسارات الضوء لقوه شبيهه بالنيران انهت المعركه في ثواني. والوزير مصدوم علشان يقول المهارات دي اعلى من الموارد اللي الحكومه بتقدمها له، ازاي الولد ده وصل للمستويات دي بسهوله؟ ونفس الوقت تشو كان وصل لاخر زعيم علشان هو مع ضربه نصل البياض القاطع كان انهى عليه، بس نفس الوقت بيقول دلوقتي المستوى القادم هو مستوى الرئيس البوابات. والجمهور بيشجع علشان يقولوا قتل وحش طوله 4 امتار بضربه واحده، وحتى المذيع كي بيشعل الحماس بالكامل وبيقول للجمهور تشو انهى المرحله الثانيه في زمن مقداره 59 ثانيه فقط. والوزير قاعد بيسقف زي العيال الصغيره وبيقول للمدير الاكاديميه عندك حق، الولد ده فعلا فوق الممتاز. وطبعا المدير بيزيد وبيقول له سياده الوزير ده واجبنا تجاه الوطن اخراج طلاب قادرين على مساعده بلادهم بالمستقبل. بس نفس الوقت المدير كان بيفكر ان الاكاديميه مستواها هيتشهر بين جميع الاكاديميات بعد انجاز تشو الاخير. والجمهور بيقول هو تشو مش ناوي ياخد راحه قبل الزعيم الاخير ولا ايه؟ علشان الوزير يقول ازاي مش هينتظر حتى ولو 5 دقايق، ده بالشكل ده كده طاقته هتنتهي للابد. والمدير بيقول له ايه الحلقه جت من تاني علشان يقول له تشو عارف بيعمل ايه وما تقلقش وليه اسبابه في النهايه. ولكن طبعا لو مش عارف يا صديقي علشان تكون واحد من عظماء القمه لازم تنهي الاختبار ده في وقت قليل وبمستوى الصعوبه الاخير كمان. وتشو كان وصل للزعيم النهائي علشان نفهم انه ملك الاورك وده مستوى زعيم ليفل 16، واللي من المفترض انه يكون صعب ضد تشو ليفل 10 علشان هو بتلك اللحظات تشو بيفعل مباركه الفجر وهبه الشجاعه وقوى النور وملاذ الحمايه جميع قوى فارس النور، وحرفيا عزز جميع امكانياته الملحميه. ومع
ومع انطلاق ملك الاورك ضد فارس النور بس، ومع ضربه واحده قويه لملك الاورك بيطير تشو ليكسر بيه جميع حوائط المكان. وتشو بيقول له درع الفارس كانت المعركه دي انتهت من البدايه. وبيفعل مهاره رمح النصر، ودي رميه بتعتمد على قوى النور المجمعه حوالين الخصم، ولكن ملك الاورك بيتصدى لجميعها الان. وتشو بيفهم ان قوى الزعيم مستحيل يتم سحقها بالقوه، ونفس الوقت بيقول لو ضيعت معاه وقت اكبر من كده هينهي عليا قبل ما انا انهي عليه، وكمان وفوق كده هاخد وقت طويل قبل ما انهي الامتحان. وطبعا ده الهدف من الامتحان، اختبار قدرات الطلاب في المآزق الكبيره لاختبار قدراتهم الحقيقيه. وعلشان كده تشو بيقول في نقطه ضعف واحده للزعيم ده، وهي اطلاق اقصى ضرر في وقت قصير علشان يبدا باطلاق جميع الضربات الممكنه الخاصه بقوى النور. ولكن نظام تشو بيحذره ان مستوى الطاقه انخفضت لمعدل غير معهود، ومن هنا تشو بيستخدم الاداه الاخيره سيف النور اللي قدر يقرب منه علشان يشق شقه وقت انشغاله بالضربات القادمه في زمن مقداره 9 دقائق و24 ثانيه كامله. وبنعرف ان تقييم اجتياز تشو للامتحان هي درجه اس النادره علشان الواد ينصدم من الاختبار. ونفس الوقت بيقول كنت متاكد مع اني كنت شاكك في البدايه، بس نفس الوقت بيقول دي مجرد البدايه، ومع ظهور فرصه الملاك الحارس اللي هتغير حياتي لازم اعتاد على كوني فارس حقيقي وقوي. وبيرجع من تاني بعد انهاء اختباره علشان نفهم انه حصل على 5012 نقطه، وكمان وصل للمستوى الثالث عشر من القوه، وحتى انه استلم حزام الغابه اللي هيرفع المرونه والقوه مع خاتم الغابه اللي هيرفع الحكمه والبراعه، بالاضافه لعشبه التوت البري، ودي بقى اللي معاه بيستعيد جزءا من الطاقه المفقوده. ومش بس كده كمان، ده حصل على بطاقه زعيم الثيران من الفئه الذهبيه اللي ممكن تحسن قوى المعدات بمقدار 20 نقطه كامله. والجمهور كله بيحيي تشو بعد هذا العرض الخرافي، لحد ما بيظهر المدير ووزير التربيه والتعليم اللي بيقولوا له 10 دقائق يعتبر رقم فلكي جديد. وتشو اخيرا بيتنفس الصعداء علشان توصل سياره فارهه، والكل بيقولوا سياره مين دي؟ وهي دي بقى كانت سياره الوزير اللي بيقول له خلال 3 ايام يا تشو هيوصل لك نتيجه الاختبار. ومن بعدها تشو بينطلق للمستشفى للاطمئنان على اخته علشان يفهم انها في رعايه اطباء مختصين على مدار ال 24 ساعه القادمه. والممرضه بتستقبله طبعا باسلوب مختلف علشان تشو يقول لها كده شوف اختي. ولما بينطلقوا بالمصعد بيظهر غاز غريب بارد لحد ما تشو بيوصل للطابق 26، وبيتفاجئ بالسلوك اللي جمدت الطاقم الطبي. وتشو بيقول يون ايه اللي حصل لك اليوم؟ وبينطلق بسرعه كبيره، ومن هنا كانت الفاجعه. اخته يون محاطه بالسلوك في هذه الفوضى العارمه لحد ما بيظهر تنين تلجي، وتشو بيحاول يقتله، ولكن المختصه بتقول له اياك تعمل كده. وتشو بيقول لها كينغ ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم اي حاجه. بتقول له وباش يون البارد انتشر، وكل اللي في وسعه يعمله هو منع تفاقم البروده الخاصه بالمكان. ومن هنا تشو بيضطر يستخدم جميع نقاطه الجديده لتطوير مهاره واحده بس، الا وهي التجدد الفائق البطيء. وبعد وصول المهاره ليفل 4 بيبدا تشوف تطبيق المهاره اللي بسببها السلوك اتدمرت، علشان يقول لها حالا بلغي النائب تشاو بالامر وانا هوقف الكارثه بنفسي. بتقول له بس مفيش حد هيوصل النهارده، علشان يقول لها نفذي الامر وهو هيتصرف. ومن هنا كينغ بتنطلق علشان تشو يقول من زمان ويوم بتعاني من الشيء ده، وكنت فاكرها نزله برد حاده مش اكتر، بس اللي ما كنتش اعرفه انها ممكن حتى تاثر على العالم المحيط حوالينا. وبيبدا يقمع القوه الصادره لدرجه ان التلج كان خارج الغرفه حرفيا. وتشو كان خلاص فقد جميع طاقته، وتنين الصقيع على وشك ابتلاعه لحد ما بتظهر هاله هجوميه من الخارج. وتشو بيقول لهم محدش يأذيها في المكان، ولكن تشو بياخد ضربه بالطياره علشان تقول لي سيبهولي لا تتقاتل مع التنين المسيطر، وفي النهايه قدرت تلجمه بالكامل، وبتكسر بيضه التنين علشان تقول له انت تشو مش كده برضه ولا ايه؟ وطبعا حررت باقي الممرضات، وبتقول له انا لينا من مدينه تشينج كاهنه بالمستوى 35، وكمان المدير طلب مني مسبقا الاعتناء باختك يون في المكان. وتشو بيقول لها اللي بيحصل معاها كده ويا ترى في حل ولا لا؟ بتقول له تسرب الطاقه البارده علامه على صحوه سلاله نادره علشان تشو ينصدم من الامر. وبتقول له مع اندماج شخصيات كثر في عالمنا وتاثيرهم على العالم المحيط، وقتها تزوج الجال من اصحاب الاذان الطويله مع البشر المحيطين، وده كله بقى كان سبب كافي في انتقال الصحوه للجيل القادم. بس الخبر السيء ان الصحوه دي ممكن تكون نقمه او نعمه، ولو فشلوا في صحوتهم هيصابوا بالشلل التام. معنى كده بقى ان والده يون وتشو لو كانوا اخوات فعلا من البدايه هم اصحاب جنس مختلف ونصف بشري كمان. وبتقول له انا بنصحك تغير بنيتها الجسديه للتكيف مع الصحوه الجديده لتجاوز هذه المحنه، ويمكن في كنز بيسمى زهره اللوتس المتجمد هتساعدها على هذا الامر. بس المشكله ان الزهره دي نادره جدا، واخر مره ظهرت من 30 سنه فاتت، وكمان بتباع بمليار و300 مليون اخر مره بالمزاد. وبتقول له لو الزهره دي ما ظهرتش يون جسدها هينفجر من كميه الطاقه المتجدده. وطبعا تشو ما كانش عارف يعمل ايه علشان وبعد 5 ايام بنشوفه بيتدرب وبيحاول رفع امكانيات جسده لحد ما بتجيله رساله بتقول له مبروك حصولك على المركز الاول باختبارات المقاطعه. وقصاد كده حصل على مهاره يد الحاكم ومفتاح القيامه، وكمان مهاره طرد الارواح من الفئه النادره، ولكن المهاره دي الوحيده اللي استخدامها بيكون مره واحده بس، بالاضافه لمهاره عقوبه النور من الفئه بالاضافه ل 30 نقطه يقدر يوزعهم زي ما هو عاوز. وبنشوف وزير التربيه والتعليم بيقول لهم انا كنت مراهن عليه من البدايه، وعلشان كده انا اقترحت على الحكومه امداده
يزدادوا بموارد اكتر. وطبعا الكل بيحكي وبيتحاكي عن ولاده البطل الجديد تشو، وبيقولوا بس ده من فئه الدعم، دي فئه بطيئه، ازاي هيقاتل الاعداء وهو داعم للفريق. ولكن مع ظهور تسجيلات الفيديو الخاصه بامتحان تشو الكل كان مصدوم من ادائه الخرافي، وبيقولوا ازاي قدراته اقوى من الصحراء بالاضافه لمهاراته المعززه لنفسه والفريق، ده كده شبه فريق متحرك لوحده على الارض. واللي كان بيشوف كل ده برضه في مكان تاني هو ابو شعر احمر ده، وبيقول اسرع مني ب 20 ثانيه. ماشي يا تشو. وبيقول له النهارده سرقت كل المجد لنفسك بس انا مش هسيبك من اليوم. وبصراحه انا معرفش مين اللاعب ده، ولكن من الواضح كده انه بيحقد عليه لحد ما بننطلق لليوم التالي. وبنعرف ان تشو جاله 700 مليون من الدوله كمكافاه ليه، وكمان بيجي له اتصال انه استلم فيلا مجانيه من الدوله لو حابب يختار مكان الشراء للفيلا الحاليه. بس تشو بيقول لهم مش مهم المكان، انا سمعت ان اكبر 3 جامعات ناويين يختبروني، هو الخبر ده حقيقي ولا ايه؟ وما فيش ثواني علشان نشوف استاذ جامعه رونج اللي جه من تاني وبيقول له احنا بنقدم لك عرض جديد. ولكن بيوصل معلم من الطائره علشان يقول له اخر مره اتنمرتوا على تشو، ايه اللي رجعكم من تاني؟ بيقولوا له جامعتنا هتعوض تشو بمبلغ 4 مليون، ولكن المعلم الاخر بيقول له جامعه شنغهاي هتعرض عليه عرض اكبر من كده بكتير، وعلشان كده انا بنصحكم بالرحيل. وبتظهر معلمه اخرى بتقول له حط العرض المناسب ليك علشان تقول له جامعه تشينج ينج هتهتم بيك على الاخر، لحد ما بتظهر معلمه جديده بتقول لها خطف الطلاب يعتبر جريمه في حد ذاتها، وتقدر تقول كده كلهم بيتعاركوا عليه. ولكن المعلمه ام شعر بينك دي بتقول لهم انا ولا خطفاه ولا حاجه، وقصادكم اهو واسالوه هو حابب ينضم لاي جامعه. والمعلمه صاحبه الرداء الاسود بتقول له انا سو استاذه جامعه سوهانج، ولو انضميت لينا نقدر نوفر لك معدات ماسيه من الفائس النادره بسهوله. وتشو بيقول لهم انا اخترت خلاص علشان لما الثلاثه بينتظروا النتيجه بيقول لهم سوهانج هي اختياري الاول والاخير. والمعلمه سو بتقول له ده عقد القبول الخاص بيك، لو ما عندكش مشكله وقع عليه حالا. وتشو بيوقع علشان يقول لها هو حضرتك في المستوى كام؟ سو بتقول له انا ليفل 42 ومن فئه الصحراء كمان. وبتقول له طيب قدامك اسبوع واحد تلم فيه اغراضك علشان ننقلك للمقر الجديد. بيقول لها بس باب التقديم لسه ما فتحش علشان المعلمه سو تقول له الطلاب اللي زيك لازم يستغلوا كل دقيقه للدخول المبكر وتحسين قدراتهم بالكامل، وعلشان كده انت الوحيد اللي اتعمل لك استثناء. اما اخته يون فكانت انتقلت لغرفه كبيره، ونائب العمده بيقول له سيد تشو دي الفيلا اللي الدوله وعدتك بيها ومكونه من 3 طوابق، والطابق الثاني هو غرفه تدريب خاصه بيك وجميع الادوات اللي هتحتاجها هتكون موجوده هناك. اما الطابق الثالث فبيحتوي على منطقه ترفيه بمساحه تتجاوز 1000 متر، وانا مش هزعجكم اكتر من كده ولازم امشي على طول. بس تشو بيقول له محتاج اتكلم معاك بخصوص اختي يون اللي ما اتعافتش بالكامل، وعلى الرغم من كده الكهنه بيهتموا بامرها دلوقتي، وعلشان كده انا طالب منك تعتني بيها لاني لازم اتحرك للجامعه قريب. وبيعدي اسبوع علشان نشوف المعلمه سو بانتظار تشو علشان تشو يودع اخته، والسياره بتدخل لبوابه زمنيه منها بينتقلوا لمدينه انينج الوسطى. وتشو بيقول لها معلمه سو مستعجله كده ليه؟ كان ممكن نمشي عادي لحد ما نوصل المكان. ونفس الوقت تشو بيقول الحكومه هي اللي بتستخدم النوع ده من البوابات وقت الحرب لدرجه ان كبار الكهنه بياخدوا تصريح علشان يستخدموها كمان. بتقول له كده جامعه سوهانج متعاونه مع الحكومه في جهات كتير، وعلشان كده من حقنا نستخدم البوابات بسهوله. وتشو بينصدم من جمال الجامعه علشان يشوف العماليق داخلين يدرسوا الجن والوحوش، وبص هنا بقى انسى البشريه شويه لان الجامعه دي مخلطه بالكامل. والمعلمه سو بتقول له هوديك تسجل نفسك لحد ما بيشوف عيل طاير في الهواء من جنبه، والقمر دي بتقول له قلت لك مش عاوز اتعرف عليك دلوقتي خالص. والطلاب بيقولوا تشينج حاول يضايق شياوي اللي كانت هتنهي حياته اليوم. وتشو بيقولوا كانها بتمتلك سلاله دماء الشياطين علشان المعلمه سو تقول له معظم الطلاب وحتى الاساتذه هنا سلالات دمائهم خارجيه عن البشر، فلما تشوف واحد منهم بلاش تركز واعمل نفسك عبيط. وتشو بيقول لها ما يهمنيش كل ده، ما دام بيساعدوا البشريه مش هيكونوا اعداء في نظري. والمعلمه سو بتقول له تمام دي بطاقه الدخول الخاصه بيك، وتعالى بقى اشرح لك نظام التصنيف. وبتقول له كل واحد هنا داخل الجامعه ليه تسلسل منفصل وتسلسل مناظر، وكل ما بتزيد قوتك في التسلسل الترتيب بتاعك بيرتفع كمان، وعلشان كده لازم تعرف ان تسلسلك بين الطلاب هو 001، وده سببه ان انت الاول بين الطلاب الممتحنين. ولكن برضو احب اقول لك ان الجامعه لن تعتمد على هذا التسلسل، وهيكون في اختبار حقيقي بينك وبينهم علشان نصنفكم تصنيف جد وحقيقي. وعلشان كده يا تشو انت هتكون هدف كل واحد هنا بما ان انت بتحمل التسلسل الاول، وده لان الكل هنا عاوزين ياخدوا مكانتك الحاليه. بيقول لها كوني الافضل ده معناها ان انا صاحب المركز الاول والحقيقي كمان. بتقول له طيب النقطه الثانيه تسلسلك ده هيكون ليه علاقه بالموارد الخاصه بيك وحتى طعامك وشرابك والجرعات الخاصه بيك، وكل ده هيفيدك بالمستقبل. ومعنى الكلام ده ان كل ما تصنيفك يرتفع تقدر تحصل على موارد الدرجه اس كمان. وبنفهم ان في طريقتين للحصول على هذه النقاط داخل الجامعه، اولا كده البحث عن المهام المطلوبه وتنفيذها من لوحه ارشادات الجامعه الخاصه بالصيادين وغيره، وتاني حاجه لوحه اخرى تدعى بلوحه الارض والسماء، ودي بقى كل ما ترتيبك فيها يرتفع هتحصل على مجموعه من النقاط الشهريه. والمعلمه سو بتحذره ان لوحه الارض
والسماء المنافسه فيها هتكون شرسه جدا لانها مهمه لمستقبل الجميع. وبتعرفوا ان الجامعه بتضم 3 ساحات سريه اولهم مدينه الجان، ودي خاصه بالمستويات من ليفل 17 وحتى ليفل 21. اما الساحه الثانيه الخيوط السوداء من 23 وحتى ليفل 26. واخيرا ساحه جحيم اللهب من 28 حتى 31. وطبعا كل الساحات دي بتعتمد على تقديم النقاط للدخول في البدايه بالاضافه لكل ساحات التدريب الكبرى. وتشو بيتفرج على الطلاب اللي بيتدربوا علشان يقول حلو ده، انا حاسس ان انا وصلت بيتي الجديد دلوقتي. والطلاب بيرحبوا بالمعلمه سو علشان بعد ما بيمشوا بيقولوا مين الشاب ده، ليه المعلمه بترشده بنفسها. وانجي بيقول لهم عادي المعلمه بترشده لان ده جزء من طبيعه عملها، وكمان بيقول لهم هو صاحب المركز الاول بالاختبار. وبنشوف البنت صاحبه الشعر الابيض دي مهتميه بالامر لحد ما بيوصل شخص اخر بيقول لهم مش معنى ان هو صاحب المركز الاول ان هو الافضل ما بيننا. وده بقى هو ليو اللي بيقول له شك ان انت صاحب المركز الاول، ولو عاوز نثبت ده خلينا اتحداك في قتال 1 ضد 1 يا تشو. بس صاحبه بيقول له ليو مش وقت وهدى دلوقتي، علشان ليو يقول له عادي الايام جايه كتير ولما اتجمعناش اليوم هنتجمع من تاني. بس تشو بيقول له ليه المفروض اقبل التحدي بتاعك. ليو بيقول له علشان هعرض عليك 100 نقطه لو قدرت تفوز عليا. وتشو بيقول دي فرصه اعلمهم كلهم درس ما ينسوهوش علشان يقول له 300 نقطه. وليو واقف مصدوم من الامر وبيقول تسلسلي هو رقم 38 وكل اللي معايا 400 نقطه بس، وعلشان كده ازاي هراهن ب 300 دلوقتي. وطبعا الطلاب كلهم بيشهدوا الامر يا عزيزي. ودلوقتي بقى انا مستني رايك في الموضوع، وهل يا ترى ليو بعد ما قال اللي قاله يا ترى هيوافق يراهن مع تشو على القتال دلوقتي ولا ايه الحكايه؟ وعلشان نفهم ايه الحكايه ادينا عرضت لك احداث القصه الجديده، ودلوقتي بقى قول لي رايك بالتعليقات. اما وبالختام فلا تنسى الصلاه على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلا سلام.